تقريبا ديكلاراسيون اللي درنا امام حسنيه اكادير، فهادشي واضح في وسط الملعب، لان شفنا مثلا الشتي ولا اغلبيه ديال اللاعبين راه كاين عياء واضح على هاد اللاعبين بصراحه. باش نرجع للمقابله، بدينا مزيان، شفنا بان كنا خدينا الكره، سيطرنا، خلقنا عده فرص. للاسف ما حاولناش نترجموهم للاهداف. راه كما سبق وذكرت بان اللاعب ملي تيكون كاين فاتيغ، كاين لا فاتيغ في، يعني عنده باينه بان ما تيكونش مركز. هذا ما تيعنيش بان رغم ان تسجلوا علينا جوج الاهداف لان خلينا مساحات، فجاتنا ضربه جزاء ضيعناها. هذا الشيء تيوقع في كرة القدم. سجلنا الهدف، الدخول ديال ابو سفيان في الدقائق الاخيره اللي عطانا اضافه، سجلنا وتحويضنا بعد الهدف عده فرص. كنا على الاقل اليوم نخرجوا بالتعادل. بكل صراحه اللاعبين داروا واحد ليفور كبير. شفنا رغم كما دائما تكلمت عليها كاين العياء كبير. راه الناس اللي متبعه والناس اللي تتفهم في الكره، الله يكون حسن العون هاد اللاعبين. انا وباش نرجعوا للنقطه المهمه، راه من نهار جا السي فوزي والناس اللي قراب الوداد والناس اللي متبعين بان راه دائما تتلعب مقابله، تدير دي كراساج، انت غادي هاد اللاعبين يشرح لهم مثلا الخطه باش غادي يلعبوا ولا يوليو يفهموا. فما كاينش الوقت. راه الله يكون في عونه بكل صراحه، وهذا واقع. ماشي تندافع على سي فوزي ولا تدرب، تدير ديك راساج، تشد الطريق. لعبنا في اكادير، شفنا اليوم عاوتاني في اسفين. هادو ماشي اعذار ولكن هذا واقع باش نكونوا واضحين. ونتمنوا لان ان شاء الله كما وقع في فيستير، لان الوداد تكون يعني مجموعه وتتكون عائله في وقت الشده. أنا رغم الهزيمه بان اللاعبين كانوا ملتحمين في فيستير وباينه على اساس باقي ان شاء الله غادي يقدموا اضافه كبيره وباقي غادي يديروا نتائج. وهادشي اللي تنتمناو بدورنا حتى حنا. نتمناو من الجماهير تساند هاد الله وتلقى لهم يعني اعذار، لان بصراحه راه فوق طاقتك لا تلام، لان كاين عياء كبير. الناس راه تيمشيو يلعبوا يضربوا الطراجي. نتمنى ان شاء الله نسترجعوا اللياقه البدنيه الكامله. لا شفنا العمل الغائب، شفنا اليوم الشتي كذلك، شفنا الكسر ديال، رغم الكسر ديال حركات كان موجود اليوم. فكاينين غيابات كذلك، حيمود. كاين عياء واضح. ونتمنى ان شاء الله ريكيبيرو مقابلات دير بين الريكيبيرو ان شاء الله اللاعبين ويكونوا في احسن الجاهزيه ديالهم. وهذا هو الكلام اللي تكلمت عليه، هو بان نشوفوا الوصول ديال السي فوزي ديريكتومون الطياره. مشينا لتنزانيا. كانت الالتحاق ديالو في هذاك النهار كان الغد ليه، لاننا ضربنا تقريبا واحد ما يزيد على واحد 22 ساعه. زيادة على ذلك غدير هذيك راساج ما تقدرش تشرح اللاعبين ولا تشوف. والغد ليه ما لقيناش هادو اشياء كلها باش ما نعاودش نرجع يعني الكلام ديالي. فان كاينين اشياء اللي مازال المدرب مثلا ان ملي تيكون عنده الوقت تشوف بان مثلا تيشرح ملي يكون عندنا البالون، ملي تنكونوا اوفونسيف، ملي ما تيكونش عندنا البالون في لي بالاريتي، بزاف ديال الحوايج. هذا ما كانش وقت باش يخدم مع اللاعبين، وهذا واقع. كما ذكرتي كاين عياء ذهني، لان اللاعبين راه ذكرت الطراجيات اللي راه كاين فريق اللي تتلعب معاه اللي تيكون على الاقل تيكون مرتاح هو واحد 15 يوم، بينما اللاعبين اللي كل 3 ايام وزياده على الطراجيات. فهادو اشياء اللي وزياده على الغيابات. راه تقريبا السي فوزي ولا الوداد راه ما عمرنا لعبنا بواحد التشكيله قاره اللي تكون. هذا غادي ان شاء الله ما يمكن لينا حنا. شوف باش من نهار ان شاء الله هاد اللعابه غادي ريكيبيري ويكونوا في المستوى ديالهم، اكيد بان الوداد غتولي وحده اخرى. ونتمنوا ان شاء الله نكونوا في احسن الظروف ديالنا في باقي الدورات ان شاء الله. تفضل. عليكم السلام.
لا لا شوف، هذا تندوي على البطولة الاحترافية، تندوي على الوداد الرياضي، فأكيد بأن دابا ولا تطور هذا الشيء، بأن كاين المسائل اللي تنخدموها السي فوزي ولا أي طاقم تقني، بأن شكون اللي تيضرب من اليمين، شكون اللي تيضرب من اليسار، شكون اللي تينفذ ضربة الجزاء. هذه أشياء كلها كانت موجودة. بالعكس، فاي لاعب تيضيع ضربة جزاء باش ما نكونش قاسي على الشرقي البحري، لان بكل صراحه يعني ذهنيا تا هو الله يكون ليه في العون، وما نتمنى ان شاء الله، لان تتعرف اللعاب باغي ماركي باش يعاود يعطي راسو واحد، يعني واحد الثقه، ولكن للاسف ما سجلش، وتقريبا راه احسن لاعبين في العالم تيضيعوا. فبيان سير كون كان سجل، فكنا غادي كان غيكون باقي واحد الوقت كبير.